القزاز ضار بالصحة زي ما بنسمع انه كتر التخزين بيسرطنه، هل دي معلومة حقيقية ولا غلط؟ كل ما يخص القزاز في الحلقة دي، لو مهتم تابع للنهاية. يلا بينا. مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. في اشاعه دايره يعني من مده انه لما تخزن القزاز مده طويله بيتسرطن. ده مفهوم غلط طبعا، وهوضح لكم كل حاجه في الحلقه ده. بس يا ريت قبل ما نبدا تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كرول الكل. الشكر قناة بتتكلم عن أدوات المطبخ وبعض التحديات، علشان كده اسمها أدوات وتحديات كرول الشكر. يا ريت قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. يلا بينا. اولا تعالوا نفهم القزاز ده بيتصنع من ايه باختصار. الماده الاساسيه الخام اللي هي الرمله المخصصه بتاعته بيخش طبعا درجه حراره عاليه مئويه، مش عارف 1700 مئويه تقريبا، وبيتحول القزاز طبعا ده باختصار وكربونات صوديوم. بيخش في الفران على كذا مرحله طبعا لحد ما يتشكل الشكل هم عايزين، لحد ما يوصل للدرجه اللي هم عايزينها. انا مش موضوع النهارده طبعا صناعه القزاز والكلام ده، بس انا بقول لكم معلومه باختصار. اول ما بيوصل للدرجه اللي هم عايزينها بيشكلوه زي ما هم عايزين قزايز، ده اللي هم عايزين. طيب نرجع للسؤال بتاع الحلقه، هل القزاز كتر التخزين او كل ما طالت المده هل بيتسرطن ولا لا؟ هل المعلومه دي حقيقيه ولا لا؟ اولا موضوع سرطنه القزاز ده احنا يعني كنا بنسمعه او بيحصل مع قزاز العربيات، وهو مش سرطنة زي مرض السرطان يعني بعيد عننا. لا، السرطنة في انه العربية بيكون فيها تكييف داخلي، بتكون مقفولة طبعا. لما بيشتغل مدة طويلة القزاز بيتلج طبعا، ولما بيتعرض لدرجة حرارة عالية فهو كده بيتسرطن، بيطرشق، بيتكسر. يعني ده سرطان القزاز باختصار، بكل اختصار. تمام. لكن تخزين القزاز يا ست الكل بالنسبة لك انت بتحطيهم في مكان يعني اكيد بعيد عن الشمس، واكيد طبعا مش هيكون في تكييف عشان هيتعرضوا للتكييف والحرارة مع بعض فيتسرطن القزاز فيتكسر يطرشق. بس كده. ربما في ناس تكون فاكرة انه بيجيب الامراض بيسرطن يعني وكده، لا، ده السرطنة اللي يقصدوا بيها سرطنة القزاز انه بيتكسر لوحده. طيب بما انه حلقة القزاز، في سؤال مهم، اللي هي المجات او الكوبايات القزاز اللي هي تبقى شعبي او رخيصة بتتكسر اول ما تحط فيها المية المغلية، بتتكسر. هل كده مسرطنة؟ لا طبعا. الخامات بتاعت القزاز طبعا انتوا عارفين انه اي خامات فيها فرز اول وفرز ثاني وفرز ثالث، او ايا كان عدد الفرزات يعني. في يعني خامات عالية وخامات وسط وخامات واطية، فالشعبي ده بيكون أقل خامة. وانتوا عارفين انه المادة الرئيسية بتاعت القزاز هي الرمل، فبيكون أقل جودة. أصل تصنيع القزاز بيحتاج ل 1700 درجة مئوية عشان يسيح وعشان يوصل لشكل القزاز، عشان يتحول من رملة القزاز خام. وكوباية الشاي أو أيا كان كوباية إيه اللي بتحطها في الكوباية عشان تشربها بتكون من 60 أو 65 ل 80 درجة مئوية. فعشان كده مش هتتكسر، يعني المفروض انه مستحيل تتكسر. في مثال حقيقي معاي هجيبه لكم واعرفكم ايه الفرق بين القزاز التركي او المستورد او اعلى خامة بالقزاز الشعبي اللي هو اقل حاجة. وعلى فكرة احنا عندنا ماركات كويسة قزاز، وهجيب لكم كذا عينة واقول لكم ايه الفرق. دي عينة معاي القزاز مستورد اسمه لينومارك، مشهور جدا وثابت وجوده يعني وكويس خالص ومحدش اشتكى منه خالص. في علامة لكوباية الشاي هم بيحطوها للكوبايات، هوريها لكم على الشاشة دلوقتي، انه هو بيتحمل اقصى درجة حرارة ممكن. تمام. كوبايات العصير مش بيحطوا عليها كده، دي عصير ودي عصير لينومارك. كوباية العصير طبعا ما عليهاش العلامة بتاعت السخونة دي، انها بتتحمل السخونة وكده، لان دي كوباية عصير. هم اكتر من ان جايبين غسالة الاطباق، يعني تستحمل غسالة الاطباق. اما عن احسن ماركة او احسن ماركة وصلت لها قزاز مصري فهي سيتي جلاس. ثبتت وجودها وحاجة كويسة خالص ومحترمة، ومش بتتكسر برضي، يعني مش بتتكسر بسهولة من الشاي او من المية السخنة. مادة صحية جدا برضو، وبتدخل غسالة الاطباق. بس كده انا جاوبت على السؤال او الشائعة اللي هي بتقول انه القزاز بيتسرطن وكده. لو لقيت تفاعل في الحلقة دي ان شاء الله هقولكم ازاي تعرفوا القزاز المصري من التركي بكذا علامة مؤكدة ان شاء الله. واشهر طقم الناس كلها بتتخدع فيه الطقم التركي اللي هو 42 قطعة.
خاصة انه منه 3 انواع، نوع مصري ونوع سعودي ونوع تركي، والكرتونة كلها واحد والاسم واحد والشكل واحد، عشان كده الناس كلها بتتخدع فيه. لو لقيت تفاعل ان شاء الله هقولكم ايه الفرق بين الثلاثة وتعرفوهم ازاي. يا رب اكون فدتكم، متبخلوش علينا في لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.